أملنا في يوم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إدارة فرسكوري التعليمية، مدرسة الشهيد طه جاد السعيد بولاية خلف، المرحلة الابتدائية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ويسعدنا أن نقدم لكم اليوم الحديث الصحفي الإلكتروني بعنوان سطور من تاريخ قريتي. ويسعدنا أن يكون ضيف حوارنا اليوم أحد النماذج المشرفة لقريتنا أولاد خلف، ألا وهو الأستاذ محمد عبد الوهاب العيوطي، الكاتب الصحفي والشاعر والمؤرخ كما يطلق عليه أهل القرية. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بيك وأهلا بفريق العمل. قبل ما ندخل في الحوار بنروح نشوف التقرير اللي أعدته قراءة زميلتي ندى خالد عن ضيف الحلقة ونرجع لكم تاني. خليكم معانا. الأستاذ محمد عبد الوهاب العيوطي من مواليد ديسمبر عام 1980، حصل على ليسانس الآداب والتربية من جامعة المنصورة قسم الدراسات الاجتماعية. شارك منذ صغره في العمل الشعبي والاجتماعي بالقرية، وظهرت بوادر أعماله في قيادة معسكرات التشجير وفريق الجوالة، ثم أصبح عضوا بمجلس إدارة مركز الشباب عام 2008، وبعدها أصبح أمينا للشباب وعضوا بلجنة العشرين، ثم عضوا بالمجلس الشعبي المحلي بالقرية. سافر مع البعثة الرياضية المصرية إلى السودان عام 2009، ويشارك الآن كمراقب مالي لمجلس أمناء مدرسة الشهيد ربيع الطاووسي، وعضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأولاد خلف. وعن أعماله الأدبية، له ديوان شعر بالعامية المصرية بعنوان صبرك علينا يا تاريخ، وقد شارك في معرض الكتاب عام 2021. شارك في ديوان مجمع تراتيل شاعر، وشارك أيضا في ديوان حروف من ظهور. له كتابا تحت الطبع بعنوان سطور من تاريخ أولاد خلف، وله عدة مقالات أدبية وتاريخية بجريدة الحدث الجديد والأهرام الإخبارية وجريدة الشعر العربي وجريدة دالي بروس مصر، ولا عدة آراء سياسية بجريدة المساء. وعن حياته العملية، عمل محرر أدبي بجريدة الحدث الجديد، ثم محرر أدبي بجريدة دالي بروس مصر، ثم مديرا إداريا لمكتب الجريدة بالمحافظة. يعرفه الكثير بمؤرخ أولاد خلف نظرا لاهتمامه الشديد بتاريخ قريتنا الحبيبة، كذلك إلقاء الضوء على أهم النماذج المضيئة بالقرية قديما وحديثا. أعزائي المشاهدين، بعد أن رجعنا من التقرير اللي أعدته قراءة زميلتي ندى خالد، حابين ندخل في الحوار على طول مع الأستاذ محمد، ومتشوقين ندخل في الحوار معاه. بما إن حضرتك ألفت كتاب عن قريتنا أولاد خلف، عايزين نعرف أين تقع قرية أولاد خلف؟ قرية أولاد خلف تقع بين مدينة الروضة وقرية الغوابين شرقا ومدينة فرسكور غربا. بتبعد عن البحر المتوسط حوالي 25 كيلو، وبتبعد عن بحيرة المنزلة من الشرق 5 كيلو، وبتقترب من نهر النيل من الغرب حوالي 3 كيلو. كم عدد سكان قرية أولاد خلف الحالي مقارنة بالماضي؟ عدد سكان قرية أولاد خلف حاليا حوالي 12,000 نسمة. لو قارناه بالماضي، أقدم وثيقة تم ذكر قرية أولاد خلف فيها كانت سنة 1899، وده القاموس الجغرافي للبلاد المصرية. القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ذكر فيه أن عدد أولاد خلف كان 549 نسمة، وتضاعف هذا العدد 6 مرات حتى عام 1980. وبعد 1980 كان عدد سكان أولاد خلف في الوقت ده تقريبا 3000 نسمة، تضاعف 4 مرات حتى الوقت الحالي، وأصبح 12,000 نسمة. لماذا سميت قرية أولاد خلف بهذا الاسم؟ أشهر الروايات اللي اتكلمت عن التسمية هي رواية أن هناك أحد جنود الترحيلات، وهي القوات الغير النظامية في عهد محمد علي، اللي كان بيستخدمها في حفر الترع واستصلاح الأراضي، واحد اسمه خلف. وخلف ده استقر في هذه المنطقة وتزوج وأنجب، وسميت منذ ذلك الحين بأولاد خلف. هل كان القرية اسم قديم قبل ذلك؟ طبعا قرية أولاد خلف مذكورة في وثيقة قديمة إنها عزبة أولاد خلف، وده يدل على إن الاسم قديم، ولكن قيل أنها كانت تسمى عزبة الجبان،
نسبة لمقبرة كانت موجودة مكان الوحدة المحلية لأولاد خلف. المقبرة كانت تتبع فرسكور، وقيل إنها كانت مقبرة لموتى الوباء. حصل وباء سنة 1801، كان وباء طاعون، والمتوفين من مدينة فرسكور كانوا بيدفنوهم بره المدينة، لأن احنا عارفين إن فرسكور فيها مقبرة وكان لها مقبرة قديمة. يعني لو قلنا إن مقبرة فرسكور قديمة هتبدأ من عند مسجد العبد لمسجد سيلوهيه، دي المقبرة القديمة بتاعت فرسكور. فمش معقولة مدينة زي مدينة فرسكور تعمل مقبرة عندنا، لكن المقبرة دي كانت استثنائية، كانت معمولة لموتى الوباء. كان في مشكلة في التضرر الرئوي وبعض الأمراض اللي كانت مشهورة جدا زي الكوليرا، وكان فيه الطاعون. فالمتوفين من الأمراض دي بيدفنوهم في الخارج، خارج المدينة. فعملوا المقبرة في قرية أولاد خلف، ويمكن قبل سكن القرية كمان. ما هي مساحة قرية أولاد خلف؟ مساحة قرية أولاد خلف بتقديرات عام 2012 50 فدان منطقة سكنية، و12 فدان منافع ومدارس ومباني حكومية ومقابر ومساجد، وحوالي 362 فدان داخل زمام القرية، وأملاك القرية خارج الزمام 250 فدان، بإجمالي 674 فدان. أستاذ محمد، متى أصبح لقرية أولاد خلف حكم إداري ذاتي؟ أولاد خلف كانت تتبع مدينة فرسكور. يقال أنه في الثلاثينيات سميت قرية أولاد خلف لأنها كانت عزبة أولاد خلف. انضمت لتبعية قرية الروضة حتى عام 1990، وبعد أن أصبحت قرية الروضة مدينة، انتقلت التبعية لقرية الغوابين، وأصبحت قرية أولاد خلف تابعة لقرية الغوابين حتى عام 2005. استقلت أولاد خلف إداريا بعد بناء الوحدة المحلية بقرية أولاد خلف عام 2005. نعم. بعض أهالي القرية يتحدثون عن وجود منطقة مرتفعة في الماضي كانت تسمى الجريف. كلمنا عن تاريخه وسبب وجوده. تاريخ الجريف لو احنا حددناه هيبقى بعد بناء القناة القنارية توقف فيض الجريف. ازاي؟ الجريف يعتبر عمل بشري، تل يعني هو ناتج حفر الترع، وكان زمان بيجي مجموعة من الناس اللي هم الترحيلة، كانوا بيسموهم الترحيلة، بييجوا يعملوا يفحروا الترع ويستصلحوا الأراضي ويكشفوا الأراضي، لأن الطمي كان بيعمل إيه؟ بيكسي الأراضي خالص. فكانوا بيجمعوا الطمي فوق بعضه كل سنة. يعني يقال إن هو وصل ل 40 متر، يعني يقال إن ارتفاع الجريف وصل ل 40 متر. ولكن لو حددنا عمر الجريف هيبقى قبل عام 1847، لأن القناة الخيرية تم وضع حجر الأساس فيها 1847، وتم الانتهاء من بنائها في عهد محمد سعيد. يرى بعض الناس أن السكان في قرية أولاد خلف من أصل واحد رغم تعدد العائلات، فما رأيك في ذلك؟ أولاد خلف ليست من أصل واحد، ولكن عملية التزاوج والصهر اللي حصل ما بين العائلات خلانا كلنا قرايب. يعني الصهر هو اللي عمل كده، لكن أصل العائلات ليس واحد. الهجرات الجماعية بدأت من سنة 1834 من جنوب مصر لشمالها، فتلاقي معظم العائلات جاية من أماكن مختلفة. عندنا مثلا عائلات جاية من الشام، عندنا عائلات جاية من ناحية شبه جزيرة سيناء، عندنا عائلات جاية من الصعيد. مثلا على سبيل المثال عائلة سليم كان اسمها عائلة علوان وجاية من أسوان. لكن تتخيل إن العائلات جاية من كل مكان. العائلات في ولاد خلف تتخطى 60 عائلة، والكلام ده من السبعينيات. مش معقولة يعني العائلات كلها هتبقى من أصل واحد. ما هي أقدم العائلات بالقرية؟ أقدم عائلة بقرية أولاد خلف هي عائلة مندثرة اسمها الأقرط. العائلة دي عليها كلام كتير جدا. العائلة يعني انقسمت، تفرعت إلى الأقرط الصغير والمثلي، ومن المثلي والأقرط الصغير، يعني عندنا الأقرط ثم الأقرط الصغير والمثلي. انقسمت هذه العائلات إلى عائلة حسين، وعائلة السعيد بفرعيها جاد السعيد وعلي السعيد، وعائلة فرح. في عائلة اسمها فرح لأن عندنا
فرعين من عائلة فرح تبع الشريف وتبع المسري، وعندنا عائلة أبو العينين والشناوي والحلواني والحفناوي، كل ده يعني بيجي من عائلة الأقرب القديمة، فهي العائلة الأقدم والأكبر حتى في عدد السكان. نعم. ما هو أقدم بناء معروف في قرية أولاد خلف؟ أقدم بناء في قرية أولاد خلف هو يعتبر مقبرة الشيخ صديق. تم بناء المقبرة قبل سكن القرية، والدليل إن مقبرة الشيخ صديق لها وقف يتخطى الترعة الكبيرة. حتى في الخرائط القديمة نجد وقف الشيخ صديق من عصر الدولة العثمانية. أما لو سألتنا عن أول بناء خرساني أو صبة خرسانية في قرية أولاد خلف بناء موجود، هيبقى بيت الحاج حسن السعيد باشا والحاج عبد الغني باشا. هذا البيت تم صبه بالخرسانة، ودي كانت حاجة جديدة لأن كل القرية كان يعني تعتبر البيوت معرشة بالخشب. عشان كده ده أول بناء خرساني في قرية أولاد خلف في الأربعينيات تقريبا. نعم. لدينا الكثير من المدارس بالقرية، فما هي أول مدرسة وأين مكانها الحالي؟ أول مدرسة، خلينا أقول أول محاولة لبناء مدرسة في قرية أولاد خلف في أواخر الأربعينيات. أولاد خلف يعني أهالي أولاد خلف كانوا عاوزين يبنوا مدرسة مكان بيت الحاج عبد العال العيوطي، هو قريب من بيت أحمد عيد العيوطي، المعلم أحمد. المكان ده بالظبط أولاد خلف أسست فيه مدرسة، لكن حصل بعض المشاكل والمدرسة اتهدمت. بعد كده استأجروا في بيت الحاج حافظ عبد اللطيف الطاووسي، وده قريب من نوبور الطحين. استأجروا فصول مدارس، كان تقريبا فصل أو فصلين في الأول، وبعد كده انتقلت هذه المدرسة إلى مكان المدرسة الأولى اللي هي مدرسة الشهيد عاطف سلامة حاليا سنة 1974، ودي كانت تعتبر أول مدرسة. وبعد كده تحملت هذه المدرسة مدرسة أولاد خلف ومدرسة الشهيد عاطف ومدرسة أولاد خلف الإعدادية، كل دول كانوا في 3 طوابق في مدرسة واحدة. متى تأسس مركز الشباب بالقرية وأين مكانه القديم؟ مركز الشباب تأسس سنة 1966 وتم إشهاره سنة 1968، وأول رئيس لمركز الشباب كان الأستاذ عبد الحميد المصري، ومكانه كان بيت الأستاذ السيد سعيد باشا حاليا. أستاذ محمد، دائما ما نسأل عن الأوائل ولدينا الكثير من الأسئلة. من هو أول متعلم بالقرية؟ أول متعلم بالقرية الأستاذ أحمد الإناوي شريف. من هو أول من حصل على الثانوية الأزهرية من مشايخ القرية؟ الشيخ محمد صابر الطاووسي. نعم. من هو أول شيخ بلد؟ الشيخ بدر شريف. ومن هو أول عمدة لقرية أولاد خلف؟ الشيخ بدير اللي هو ابن الشيخ بدر، وهو كان اسمه بدر برضه، يعني بدري شريف. نعم. لو طالما حضرتك تكلمنا على سنوات مهمة كان لها تأثير عن قرية أولاد خلف، ممكن تذكر لنا إيه؟ هتكلم عن دخول المياه قرية أولاد خلف. كان في طلمبتين مية، مكان واحدة عند الطحونة اللي كانت مكان بيت الطحانة، وواحدة عند بيت الحاج نوح العيوطي اللي هي ورا نفس المكان اللي فيه بيت الحاج عبد العظيم عبد الخالق. دخول المياه قرية أولاد خلف كان في 28 سبتمبر عام 1952. وهتكلم برضو عن سنة مهمة جدا في تاريخ أولاد خلف، وهو دخول الكهرباء. دخول الكهرباء قرية أولاد خلف كان في أوائل عام 1976، وتم التشغيل في أغسطس من نفس العام. نعم. أستاذ محمد، ممكن تكلمنا عن التقسيم الإداري في مركز فرسكور بشكل عام؟ فرسكور هي إحدى المراكز الكبرى وتاني أقدم وأكبر مركز من حيث عدد القرى. طيب كم عدد القرى؟ مركز فرسكور يتضمن مدينتين، فرسكور اللي هي العاصمة ومدينة الروضة، ويتضمن 22 قرية و150 عزبة و174 تابع. فرسكور مدينة لها تاريخ عريق. ما هي أشهر الأحداث التاريخية لمدينة فرسكور؟ لا ننسى أن فرسكور لها تاريخ حافل، بيبدأ من مواجهة الحروب الصليبية
مرورا بفترات الاحتلال البريطاني والفرنسي وإعلان مملكة فرنسا عام 1919. دي أحداث كتير جدا ولكن الوقت لا يتسع لذكرها. نعم. أستاذ محمد، بالتأكيد محافظة دمياط لازم يكون لها نصيب في الحوار الممتع ده. ممكن تكلمنا عن محافظتنا دمياط؟ مهما تكلمت عن دمياط كلامنا هيبقى ناقص، لأن عشان أتكلم عن دمياط هتكلم عن إيه؟ عن موقعها ولا جمالها ولا نشاطها ولا تاريخها؟ فعشان أتكلم عن دمياط أنا هكتفي بإن أقول لك إن دمياط ساحرة القلوب. لك أن تتخيل أن هذه المحافظة 1/1000 من مساحة مصر، ورغم ذلك لها تاريخ كبير جدا. دمياط يحدها من الشمال البحر المتوسط بحرية، لها ساحل، وكذلك تحتضن نهر النيل. تخيل أنها تحتضن نهر النيل وعند المصب، يعني هي أحد المصبين الفرعين دمياط ورشيد لأطول نهر في العالم. كذلك بحيرة المنزلة، يوجد بها بحيرة المنزلة، تربتها خصبة، عمق التربة فيها بتصل من 9 ل 11 متر. تشتهر بكل شيء بقى، تشتهر بالصناعة والتجارة والسياحة والصيد يعني في نشاطات كتير. مش هقدر أتكلم، الوقت هيبقى ضيق للحديث عن دمياط. نعم. ننتقل للسؤال الأخير، مش عاوزين الحوار ينتهي والله، مستمتعين بحوارك واستقبالك لنا في مكتبتك. ممكن قبل ما أسألك ننتقل بجانب الخريطة؟ أول اتفضل. أستاذ محمد، عارفين إن حضرتك مهتم بمتابعة الإنجازات والمشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عاوزين نعرف من حضرتك إيه أكتر مشروع شايفه الأهم من وجهة نظرك وعملك؟ الحقيقة إن كل المشروعات مهمة، ولكن أنا هاخد الموضوع من منظور تاريخي. يعني المشروع اللي أنا بتابعه يعني هو انتقال العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة وانتقال العاصمة ليس بالأمر الهين في التاريخ. يعني إحنا لو نلاحظ مثلا في تاريخنا هنلاقي عاصمة مصر انتقلت أكثر من 20 مرة، وبالتحديد في أماكن معينة 9 مرات. حتى إن هم تقريبا بيعملوا متحف لانتقال العواصم. يعني مثلا أشهر العواصم لمصر كانت القاهرة واسكندرية، لكن كان في العالم يعني مثلا في التاريخ القديم كان طيبة، منف، تل العمارنة، أواريس، كتير. حتى في العصر الإسلامي الفسطاط، العسكر، القطائع، والقاهرة الفاطمية والقاهرة الأيوبية وهكذا. وده تكريم بسيط من إدارة المدرسة وفريق العمل لحضرتك. شكرا لك يا أسامة، وبشكر فريق العمل. شكرا لك يا أولاد، وشكرا للأستاذ حامد محاسن طبعا على إتاحة هذه الفرصة لنا. وكمان بشكر المسؤولين عن الصحافة والإعلام ومديرية التربية والتعليم، لأن الإعلام التربوي يسري المدارس بالأعمال المميزة والمرتبطة بالبيئة المحيطة زي هذا الحوار اللي عملناه النهارده. وقبل ما ننهي الحوار أنا أحب إن أهدي لك ديوان من الدواوين المطبوعة ليك ولزمايلك. ماشي؟ شكرا يا ولاد. شكرا. وفي النهاية أتمنى أن أكون أسعدناكم بحوارنا اللي بعتبره حوار للتاريخ ووثيقة مرجعية يقدر يرجع لها الناس لمعرفة تاريخ قريتنا أولاد خلف، وكمان معلومات عن مدينة فرسكور التاريخية ومعلومات عامة عن محافظتنا دمياط، وكمان تطرقنا الحديث عن أهم المشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد الوهاب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.